النهارده هعلمكم اسهل واسرع طريقه تنشفوا بيها شعر كيرلي بالديفيوزر، ومش هيفرق نوع الديفيوزر لو كان زي ده اللي بيجي مع الهير دراير وبيتركب فيه كده، او الديفيوزر السيليكون اللي بيتركب في اي هير دراير عنده. اهم حاجه في الموضوع ده نوع الهير دراير اللي انتوا بتستخدموها، يعني المهم يكون الهير دراير فيه سرعات مختلفه وكمان درجات حراره مختلفه. يعني الافضل تستثمروا فلوسكم في هير دراير نوعه كويس يعيش معاكم فتره طويله، وكل هير دراير ليه النيجاتيف والبوزيتيفز بتاعته. النهارده هستخدم الهير دراير ديت واوريكم انا بنشف بيها شعري ازاي. اول حاجه اتاكد ان انا محركش شعري وهو مبلول كتير عشان ما يفكش من بعضه ويهيش. تاني حاجه هاخد اجزاء صغيره كده من شعري واحطها جوه الديفيوزر، كل ده والديفيوزر والهير دراير مطفي وما شغلوش لحد ما احط كل شعري جوه، وبعد كده اشغل على اللو هيت او الميديوم هيت، ما احطش هواء سخن خالص، وبرده اشغله على اللو سبيد، مش هواء جامد جدا، الهواء الهادي كده، وافضل سايباه كده. هفضل سايباه كده لحد ما اتاكد ان الشعر على الاقل يعني 50% نشف. شايفين الشعر كده؟ يعني معظمه نشف حوالي 50% او اكتر كمان. ممكن بقى نغير لجزء تاني من الشعر، وبعدين نفس الحكايه نشغله كده ونشغله افضل. والافضل طبعا ان احنا بنتفرج على حاجه فيها سبتايتل عشان واحنا مشغلين الديفيوزر نقدر نتفرج عليها براحتنا. اوكي نشوف الجزء التاني. اوكي هو مش defined قوي زي ده عشان انا ما عملتلوش definition زي ده، بس is doing well. يلا بقى ايه، نشوف اخر جزء كبير شويه، نجرب الجزء الكبير اكبر جزء ونشوف هنشوفه يبقى عامل ازاي كده. اوكي، كل ما الجزء كبر كل ما كان تنشيفه ياخد فتره اطول، فالافضل ان احنا نقسمه وننشفه جزء. فطبعا ده ما نشفش زي ده، فهقسمه جزء اصغر وابدا تنشيفه تاني. اعمل بقى الجزء التاني من شعري بنفس الطريقه، حتت صغيره احطها جوه الديفيوزر، ولما احطها كلها جوه الديفيوزر اشغل على هواء دافي او بارد، والهواء اقل سرعه، بلاش شغل هواء جامد جدا وبلاش شغل هواء سخن، ونفضل قاعدين. اوكي انا شعري نشف بنسبه 80%، بس هتاكد ان هو نشف بنسبه 100% قبل ما ابدا افكه واعمله فوليوم. انا شعري كده نشف خلاص، افكه بقى واعمله فوليوم.